السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي اللزاز العزاز الغاليين المحترمين، أهلا بكم مرة تانية على قناتنا، قناة مستر علاء يوسف. والنهاردة هنتكلم عن 3 expressions أو 3 تعبيرات مهمين جدا: both، either، neither. طب أقول لكم يلا ما نضيعش وقت. اولا يا جماعه هتكلم عن معنى كل كلمه من الكلمات اللي احنا قلناها. both كذا، and كذا يعني كلا من كذا وكذا. either كذا، or كذا يعني سواء كذا او كذا. neither كذا، nor كذا يعني ولا كذا ولا كذا. هناخد بالنا ان الثلاثه بيشيروا لحاجتين او شخصين او شيئين، وهناخد بالنا ان both بيجي معاها الرابط and، either بيجي معاها الرابط or، neither بيجي معاها الرابط nor. طيب دلوقتي قلنا الروابط اللي بتيجي معاهم ومعنى كل واحد فيهم، هاخدها واحدة واحدة. هبدأ ببوث اللي معناها كلا من، وقلنا بتشير لشخصين أو شيئين. قبل ما أتعامل مع بوث هفكرك بحاجة، إن احنا في اللغة العربية الواحد بيبقى مفرد، الاثنين بيبقى مثنى، الثلاثة بيبقوا جمع. في اللغة الإنجليزية لأ، في اللغة الإنجليزية الواحد مفرد، من أول الاثنين ببدأ أعاملهم معاملة الجمع. فزي ما قلت لك إن بوث بتشير لشخصين او شيئين، معنى كده ان فعل الجمله مع بوث دايما بيبقى في حاله جمع. يعني ايه فعل الجمله في حاله جمع؟ يعني ار مش از، يعني هاف مش هاز. يعني لو مضارع بسيط بيبقى الفعل دون اضافات مش الفعل باضافه اس. على سبيل المثال both احمد and علي like math، يعني كلا من احمد وعلي بيحبوا الرياضيات. فعل الجمله like جه دون اضافات او من غير اس، معنى كده ان انا اتعاملت مع فاعل الجمله ان هو جمع. طيب نتنقل بقى تاني لكلمه either اللي بتاخد الرابط or، واللي بقى معناها سواء كذا او كذا. الاختلاف بقى عن both ان انا فوق قلت ان فاعل الجمله دايما بيبقى جمع مع either or، وبرضه على فكره كمان مع neither nor. بنقف شويه وفي معلومه لازم نعرفها. المعلومه اللي لازم نعرفها ان في حاله الربط بين فاعلين باستخدام either or اللي معناها سواء كذا او كذا، او neither nor اللي معناها ولا كذا ولا كذا، لازم اقف على الفاعلين واعرف ان فعل الجمله بيتبع الفاعل الثاني. فعل الجمله بيتبع الفاعل الثاني. خلي بالك معايا من المثال ده: either علي or his friends نقط فوتبول. هل play ولا plays؟ انا هنا عندي مشكله، ده انا عندي فاعلين للجمله وعندي فاعل واحد. اول فاعل اللي هو علي، تاني فاعل اللي هو his friends. طيب علي مفرد، يعني لو اعتبرته هو فاعل الجمله هيجي بعدها الفعل باضافه اس فهتبقى plays. his friends جمع، فلو اعتبرته هو فاعل الجمله هيجي بعدها الفعل دون اضافات فهتبقى play. القاعده بتقول ايه؟ القاعده بتقول ان في حاله الربط بين فاعلين باستخدام either or او neither nor فعل الجمله بيتبع الفاعل الثاني. طيب الفاعل الاول مفرد، الفاعل الثاني his friends جمع، معنى كده ان انا هتعامل مع الفاعل الثاني الجمع في المضارع البسيط بياخد الفعل دون اضافات، فبالتالي فاعل الجمله بيبقى play. نفس الكلام على either or، هو نفسه على neither nor مع اختلاف المعنى، اللي هو زي ما قلت ان either كذا or كذا معناها سواء كذا او كذا، neither كذا nor كذا معناها ولا كذا ولا كذا. برضو في الحالة بتاعت neither nor فعل الجملة بيتبع الفاعل الثاني. تعال نشوف مثال: neither سارة nor her sisters at home. هل is ولا are؟ القاعدة بتهيألي حفظناها. في حالة الربط بين فاعلين باستخدام either or أو neither nor فعل الجملة بيتبع الفاعل الثاني. الفاعل الثاني her sisters جمع، والجمع الفيرب تو بي بياخد are. والمعلومة اللي أنا هقولها دلوقتي يا جماعة في برضو أوجه شبه وأوجه اختلاف بين الثلاثة. إمتى both أو either أو neither ينفع ياخدوا حرف الجر of؟ سواء both أو either أو neither ينفع ياخدوا حرف الجر of لو جاي بعديهم ضمير مفعول من ضمائر الجمع زي us، زي them،
زي you بتاع الجمع، ولو جاي بعديهم اسم إشارة من أسماء الإشارة اللي هي بتاع الجمع زي these اللي هي اسم إشارة للقريب الجمع، أو those اسم إشارة للبعيد الجمع. لو جاي بعديهم حاجة من دول ينفع إن سواء both أو either أو neither ياخدوا of. يعني أقدر أقول both of the students يعني كل من التلميذين، أقدر أقول either of the students، أقدر أقول neither of the students. طب إيه بقى وجه الاختلاف يا مستر؟ وجه الاختلاف إن both لما بيجي بعدها of بتبقى ثابتة على موقفها، فعل الجملة بيعامل معاملة الجمع، إنما either أو neither حتى لو جه بعدهم of فعل الجملة بيعامل معاملة المفرد. Both of the students are wearing a shirt. كلا من التلميذين لابسين شيرت أو قميص. Either of the students is wearing a shirt يعني سواء كل واحد من التلميذين الاثنين لابس قميص. Neither of the students is wearing a shirt ولا واحد من التلميذين الاثنين لابس قميص. وعشان نلم كل اللي احنا قلناه في اقل من دقيقه، خلي بالك معايا ان both كذا and كذا معناها كلا من كذا وكذا. either كذا or كذا معناها سواء كذا او كذا. neither كذا nor كذا معناها ولا كذا ولا كذا. في حاله both فعل الجمله دايما بيبقى في حاله جمع. في حالة الربط بين فاعلين بين either or و neither nor فعل الجملة بيتبع الفاعل التاني. امتى both تاخد of، امتى either تاخد of، امتى neither تاخد of. لو جاي بعديهم ضمير مفعول في حالة جمع زي us وزي them وزي you، او جاي بعديهم اسم اشارة جمع زي these او those. بس خلي بالك ان في حالة both فعل الجملة بيكون جمع، في حالة either او neither فعل الجملة بيكون مفرد. وفي النهاية اعمل لايك للفيديو ده لو عجبك عشان تساعده على الانتشار، اعمل سبسكرايب للقناة لو لسه ما عملتش، وخلي بالك اللي عندنا بجد مش عند اي حد. السلام عليكم.